مستشفى القطب ديال الصحه والمشاريع ديال السادة الحضور الكريم، السادة رجال السلطة، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة أعضاء المجالس الجماعية التابعة لمشروع القصيري وكذلك دائرة الغرب بن مالك، السادة ممثلي المجتمع المدني، السادة الحضور الكريم، نرحب بكم في هذه الفرصة اللي هي مهمة جدا وتتعلق بوضع خارطة الطريق لبرنامج ومشروع له أهمية كبيرة. المشروع يتعلق ببرنامج التنمية الترابية المندمجة PDT. هذا البرنامج التنمية الترابية المندمجة هو برنامج أساسي ويتعلق بالتنمية الترابية على مستوى الجماعات الترابية التابعة للمملكة المغربية، وبطبيعة الحال على مستوى إقليم سيدي قاسم ومدينة مشرب القصيري وكذلك الجماعات الترابية المجاورة. كما تعلمون، حتى يكون هذا اللقاء مثمر وتكون عنده النتائج ديالو تكون إيجابية، فلا بد من أننا نكونوا منهجيين ويكون عندنا الأهداف ديالنا واضحة. أنا قبل من غادي نعطيو الكلمة حتى يعني المتدخلين، فلا بد من التذكير بأن هذه الفرصة أن يتعلقون بوضع مشاريع ومقترحات تكون هادفة وتتعلق بواحد المجموعة من ليفولي. حنا ملي كنهضروا على برنامج التنمية الترابية المندمجة كنهضروا على 4 ليفولي. كنهضروا على الجانب اللي يتعلق بالصحة والتعليم، وكذلك الجانب المتعلق بالتأهيل الترابي، وكذلك قطاع الماء، والجانب المتعلق بالتشغيل. فبالتالي المقترحات لا بد ان تصب في هذه الاتجاهات، ولنكون منهجيين لا بد من ان اي متدخل يكون عنده واحد نوع من الايجاز في عرض المقترحات ديالو. فاللقاء ماشي هو لقاء لطرح مشاكل شخصيه، لان لاحظناها في لقاءات اخرى كانت انه كاين بعض المتدخلين اللي كيطرح مشاكل شخصيه ديالو، هذاك عندها سياق اخر وعندها كاين مناسبات اخرى في الانسان كيقدر يطرح المشاكل ديالو اللي هي خاصه. هنا يتعلق الامر بالتنميه المحليه، وبالتالي لا بد من ان الانسان يكون عنده الحس اللي يتعلق بالمدينه ديالو او الجماعه الترابيه اللي كينتمي ليها، والاضافه اللي يقدر يعطينا في هذا الخصوص. فكما كتلاحظوا انه حاضرين هنا مجموعه من الممثلين ديال المصالح الخارجيه باش انه يتم الاستماع لهذه المقترحات، وكنتمنى انها تكون مقترحات يعني في المستوى واللي تخدم التنميه على المستوى المحلي. وشكرا. أود أن أشير أن هذه المشاورات المحلية لتصميم جيل جديد من برامج التنمية الترابية والمندمجة هي خطوة لتجسيد مقاربة تشاركية غير مسبوقة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية للمعيش المواطن. هذا المسار يندرج في إطار تجديد شامل لآليات التخطيط التنموي على المستوى المحلي، ويهدف إلى بلورة مشاريع تنموية على المستوى المحلي لتشخيص دقيق للحاجيات الترابية في أفق التقييم الفعلي لهذه البرامج في مطلع سنة 2026. هذه المشاورات الهدف ديالها إعداد برامج ترابية مبتكرة تراعي إمكانيات كل منطقة على حدة. إذا في هذا اللقاء ديالنا التشاوري كنتسناو أن تكون عندكم واحد المقترحات اللي يمكن تحط لنا واحد المقترحات اللي كتدخل في هذا البرنامج ديال هذا اللقاء التشاوري. وشكرا. مهم جدا
والحمد لله راه حاضرين هنا يعني مجموعه من الشخصيات والممثلين المجتمع المدني اللي تبارك الله راه عندهم من الكفاءات ومن الدرايه اللي غتمكنهم بانهم يساهموا بشكل اللي هو منتج ومثمر في وضع واحد مجموعه من المقترحات اللي غتستجب. انا بغيت ان ناكد شنو هو لو كونتكست، يعني السياق اللي تم فيه برمجه هذه المشاورات. كما كتلاحظوا هي مشاورات اللي دارت على المستوى الوطني، والسياق اللي جات فيه بطبيعه الحال كما تتذكرون هو خطاب صاحب جلاله الملك محمد السادس نصر الله، خطاب ديال العرش اللي كان تم التحدث فيه، وكان هو بدايه الانطلاقه التحدث فيه، لانه لا يمكن ان نقبل بانه يكون هناك مغرب الذي يمشي ويتقدم بسرعتين دو فيتاس. جاء الخطاب صاحب الجلاله في خطاب العرش، وبالتالي ثم الخطاب الثاني اللي زاد عزز هذه الرؤيه الاستراتيجيه ديال التنميه الترابيه المندمجه، خطاب بمناسبه افتتاح السنه الخامسه من الولايات الشرعيه العشر. فهذا الخطاب بمناسبه افتتاح البرلمان كما كيكون في الجمعه التاليه من شهر اكتوبر كل سنه، كان مناسبه كذلك اللي اكد فيه جلاله الملك على انه لا بد من وضع هذه الخارطه الطريق برامج التنميه الترابيه المندمجه تفاديا لانه يكون مازال عندنا هناك تفاوتات ما بين مجموعه من الجماعات الترابيه على المستوى الوطني، وبالتالي كان تاكيد على انه هذه التنميه الترابيه تهتم بشكل اساسي بالمناطق اللي كتعرف واحد المستويات ديال من الهشاشه، ومن ضمنها يعني كاين بطبيعه الحال عندنا المناطق ديالنا اللي بطبيعه الحال هي كتعرف مجموعه من الحاجيات. هذه فرصه لكم كمجتمع مدني وبطبيعه كمنتخبين وللجميع باش اننا نحطوا واحد مجموعه نضع مجموعه من المشاريع اللي تكون هادفه. النقطه اللي بغيت ناكد عليها هو انه غيكون لقاء اخر على مستوى دار الداري ابتداء يعني في الوقت، فخصنا نستغلوا الوقت اللي كاين عندنا. كاين واحد البرنامج حيت كاين برنامج لان الاخوان كاينين هنا غيمشيو عاوتاني لدار الداري اللي غادي يكون فيها حتى هي كذا لقاء تشاوري كما عارفين البعض، فبالتالي خصنا نكون ايجاز ونمشيو كي كنقولوا للهدف مباشره. اذا نفتحوا المجال للتدخلات الى سمحتم اللي عنده